السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن ويدجتس من أهم الويدجتس برضو اللي موجودة في فلاتر، وبنستخدمها جدا مش جدا دايما في المشاريع، بالذات في أول الابليكيشن، وهي خاصة جدا بصفحات امبوردنج ألا وهي البيج فيو والبيج فيو بيلدر. خلينا نبدأ من هنا، هو احنا ليه أصلا بنستخدمه؟ خلينا نبدأ بأول ميزة ونبدأ بعدها شرح. You can swap between page easily. أبدأ إن أنا أعمل تنقل بين الصفحات بكل سهولة عن طريق السويب. يعني انا دلوقتي طبعا انا لازم أن اكون عامل السيت فول ويدجت. ليه؟ لان دلوقتي صفحه تفاعليه هبدا اعمل سويب بين صفحات. طيب اول حاجه خليني ان انا اقول بادي واقول بيج فيو واقول children، ودي اول بروبرتي موجوده عندي ان انا احط فيها البيجز اللي انا عايز اعمل بينهم سويب. طيب خلينا نقول مثلا كونتينر واديله مثلا colors دوت بلو مثلا. اكرر نفس العمليه برضو. تمام، نخلي ده مثلا ريد ونخلي ده جرين. فانا دلوقتي اول ما عملت بيج فيو مثلا وحطيت في مثلا 3 صفحات، مثلا اول صفحه بلو بعد كده ريد بعد كده جرين، فانا دلوقتي اقدر اعمل سويب لان انا عامل ايه بيج فيو زي كده مثلا، وهكذا. تمام، يبقى احنا كده عرفنا البيج فيو بتعمل ايه. في شويه بروبرتيز موجوده جوه البيج فيو، خلينا نبدا نتكلم فيها علشان نتحكم فيها اكتر. اول حاجه الشيلدرن، والشيلدرن هي اللي بحط فيها الصفحات اللي انا عايز اعرضها. تمام. تاني حاجه عندي الكنترولر، هي حاجه بتخليني اتحكم في الصفحه اللي انا موجود فيها. يعني انا دلوقتي بعرف الصفحه اللي موجود فيها علشان ابدا مثلا اعمل بيها اكشنز عندي في الصفحه عن طريق حاجه اسمها فاينل بيج كنترولر. واعمل كنترولر بشكل كده، انا بحط اندرسكور عشان تبقى برايفت، علشان لو شغال على مشروع كبير اقدر استخدمها هنا بس. وبعد كده اعمل بيج كنترولر. تمام، واجي هنا اقول له كنترولر، واخد دي كده كنترولر اللي هي البرايفت، بحيث ان انا اقدر اتحكم لما ابقى موجود في الصفحه انهي اقدر اخد اي اكشنز في الصفحه. يعني دلوقتي موجود في الصفحه الاولى، ومثلا في زرار هنا مثلا عايز احدد لي انا في الصفحه كام، اقدر اتحكم فيها مفيش اي مشكله. تمام. بعد كده في بروبرتي اسمها سكرول دايركشن. السكرول دايركشن ببدا ان انا اتحكم اذا كان انا هعمل سكرول عن طريق الهوريزونتال او الفيرتيكال، يعني اقدر ان انا اعمل كده من فوق لتحت ولا يمين وشمال. فبتاخد بروبرتي اسمها اكسس، وبعد كده اقول له فيرتيكال. الفيرتيكال اللي هو بالشكل اللي هو فوق فوق تحت كده، اللي هو بالشكل ده كده، او بشكل هوريزونتال لو من يمين او شمال بالشكل ده كده. يبقى احنا كده اتكلمنا عن الشيلدرن والكنترولر والسكرول دايركشن. عندي حاجه اخيره اسمها اوبن اون بيج تشينجد، وهي تبقى حاجه موجوده عندي علشان اتحكم انا موجود في الصفحه دي برضه علشان اعمل اكشنز عندي. تاخد حاجه اسمها اندكس، وبعد كده ببدا ان انا ايه اتحكم ان انا مثلا لو انا في الصفحه انهي وكده، وابدا ان انا اتعامل. طيب ايه فائدتها؟ يعني انا دلوقتي ده دلوقتي صفحات امبوردنج كانت موجوده في ابلكيشن قبل كده، فدلوقتي ده البدايه، فانا دلوقتي موجود في الصفحه الاولى كده. فانا دلوقتي لما اعمل السويب للصفحه الثانيه، لو ملاحظين ان دي بتتغير اللي هي الثلاثه اللي جنب بعض دول، لما بقيت في الصفحه الثانيه بدات التانية دي تلون باللون الاخضر، لما اكون في الصفحه الثالثه بدات الثالثه دي تتغير والاثنين بقوا جراي باين او حاجه شبه كده. فبالتالي انا ببدا اتحكم في الحاجه اللي شبه كده عن طريق الحاجه اسمها ايه اون بيج تشينجد. ان انا دلوقتي بشوف انا في الصفحه دي، وابدا مثلا ادخل مثلا على المؤشرات اللي انا مثلا بنيها تحت وابدا اتحكم فيها، او هي يعتبر كل باك بتقول لي هو انا موجوده في الصفحه دي، وبتبدا ان هي ايه تسمعها في التصميم بتاع اليو اي بتاعي ده، اللي هو الشكل المؤشرات اللي جنب بعض دي. يبقى احنا كده غطينا البيج فيو. تمام. نيجي على البيج فيو بيلدر، نفس الخصائص ديت
موجوده هنا، بس بالاضافه لحاجه اسمها ايتم كاونت وايتم بيلدر. خلينا نجيب مثال، انا كنت كاتب كود هنا، نحط ده هنا كده، وبعد كده نجيب السكافولد ده كده كامل، تمام، ونحطه مكان السكافولد بتاعنا. تمام، نعمل هوترلود. تمام، خلينا نشرح الكود الاول قبل ما بنتكلم عن البيج فيو بيلدر. اول حاجه البيج فيو بيلدر بتعرض لي صفحات كتيره. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي مثلا عندي ليست من الالوان، فمثلا ريد وجرين وبلو واورنج وباربل مثلا، يعني يعني تقريبا 6 الوان، يعني 6 صفحات. تمام، فانا دلوقتي عندي 6 صفحات عايز اتحكم فيهم بشكل سلس. يعني انا دلوقتي موجود في الصفحه الفلانيه، يبقى عندي مترجم كده في الكود بتاعي ان انا موجود في الصفحه وماسكها. تمام، فانا دلوقتي عندي ابار اللي هو ده، وبعد كده عملت كولوم، واخد بيج فيو دوت بيلدر، واخد الكنترولر اللي احنا شرحناها في البيج فيو. الايتم كاونت، انا دلوقتي في البيج فيو العاديه بدات ان انا احدد الصفحات بايدي، لكن الايتم كاونت بيحدد لي عدد الصفحات بالظبط ان انا هجيبها من هنا. يعني انا دلوقتي لو عندي داتا انا عايز اجيب نفس العدد اللي موجود في الداتا، لو في مثلا 5 ايتمز 20 ايتمز، انا عايز اجيب الايتمز الموجوده في الداتا. فانا الداتا عندي هنا عباره عن ليست، مجموعه من الكالرز، الكالرز دي ايه؟ فيها الالوان دي. فانا دلوقتي عايز اتحكم في عدد دول، فبجيب اسم الليست في الايتم كاونت، يعني بستخدم الايتم كاونت واقول كلرز دوت لينس. انا عايز نفس، يعني عايز السايز بالظبط، يعني عايز لو هنا 5 اجيبوا لي 5، لو هنا 6 اجيبوا لي 6، لو هنا مليون اجيبوا لي مليون. تمام، وهنا برضو الاوبن تشينجد، برضو ان انا دلوقتي ايه، يعني هي دلوقتي هنا متكونه عن طريق سيت ستيت، وكنا شرحناها في الست في الويدجت والستلس ويدجت، وده الفرق يعني ما بينهم. ويعني دلوقتي انا عامل دي الستيت دلوقتي زيرو بادئ من الصفحه الاولى، فانا دلوقتي عامل الاندكس ده اللي هو انا موجود في الصفحه هو، وعلى اساسها ببدا ان انا احطه هنا، بحيث ان انا دلوقتي لما اعمل سواب ابدا هنا تتحرك بقت 1. طب لما اعمل سواب بقت 2 بقى. بعمل السواب تاني بيج 4 يبقى 3. وهنا بادئه طبعا اندكس 0، فانا عامل بلس 1 بحيث اللي هو ايه، هي اول صفحه بادئه من 0، بعد كده عامل بيج 1، ده معناه اللي هو اندكس بلس 1 يعني. تمام، فانا دلوقتي شرحنا الايتم كاونت. الايتم بيلدر ببدا ان انا ابني الشكل اللي انا اعرض فيه البيانات. يعني انا دلوقتي عندي كولرز مثلا، فانا دلوقتي اليو اي بتاعي عباره ان انا مثلا اعمل بيج. البيج دي عباره عن واخده باك جراوند مثلا، وليكن اللون على حسب اللون اللي انا هعرضه. تمام، واخد تكست، التكست ده فيه رقم الصفحه، وهنا طبعا عارض الكرنت بيج. يعني انا دلوقتي على حسب انا موجود في الكرنت بيج ببدا اللي هو ايه يعرضه، ودي الستيت بتاعتي. بس يعتبر احنا كده خلصنا البيج فيو والبيج فيو بيلدر. اتكلمنا عن البروبرتيز اللي هنا والبروبرتيز اللي زياده هنا، واتكلمنا احنا ليه بنستخدمهم اصلا. وفي اللي هو ات ماكس ذا يو اي لوك مودرن، اللي هو الامبورتنج والستوريز. هي مهمه جدا ان احنا نستخدمها في الامبورتنج والستوريز، علشان ان احنا ايه، نكون عاملين يو اي يكون باين ان هو مودرن حديث ابديتد، بحيث ان هو يكون مريح للبصر وكده. بس ان شاء الله يكون غطينا كل حاجه موجوده في البيج فيو والبيج فيو دوت بيلدر، وهنستخدمهم كتير لما نيجي نعمل مشاريع كامله. والمشروع الجاي على القناه اصلا هيكون فيه صفحات امبورتنج، وهنستخدم ان شاء الله البيج فيو، عشان كده احنا شرحناها قبل ما ننزل المشروع. اتمنى تكونوا استفدتوا، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تضغط اشتراك وتحط لايك وكومنت يحفزني ان انا اكمل يعني. بس واشوفكم على خير الفيديو الجاي، مع السلامه.